عشان الناس اللي كانت بتكذب قانون السلاح الابيض في الفيديو اللي فات، الفيديو ده هثبت لك رسميا استجابة الداخلية لمطالب الناس. بمعنى اوضح، الناس اللي بتقرر تبلغ عن اي شخص بيعمل فوضى في الشارع او بيظهر سلاح في الشارع، ده فيديو رسمي من صفحة وزارة الداخلية لشخص صور ناس بيتطاولوا على شخص في الشارع بالسلاح الناري واتجابوا ونزلوا على صفحة وزارة الداخلية. فيديو تاني بقى للناس اللي بتتصور بأسلحة وتنزلها على صفحها على السوشيال ميديا، شخص بعد القانون اتصور بمسدس على الدائري ونزله وهو بيستهتر وبرضه اتقبض عليه واتجاب واتطبق عليه قانون السلاح. في خلال 24 ساعة تم القبض عليه، تم التحفظ على السلاح، تم التحفظ على عربيته. ومن دلوقتي أحب أقول لك إنك مجرد ما هتلتقط صورة أو فيديو لأي شخص بيعمل فوضى في الشارع أو بيظهر سلاح في الشارع، الداخلية هتتحرك فورا. وحاجة جميلة جدا إن الداخلية بتستجيب للمواطنين. مش بس كده، الفيديو اللي جاي هكلمكم عن الأشخاص اللي صورت ناس مخالفة وماشية في اتجاه سير عكس بالعربيات وبرضه الداخلية قبضت عليهم ونزلتهم. الداخلية دلوقتي بتستجيب لأي نداء من المواطنين. أي حد بيشوف فعل فعلا غلط وبيصوره، الداخلية بتستجيب في أسرع وقت. استنى الفيديو الجاي.